نهاية ال79 بداية ال80 أنا دخلت الأوركسترا السيمفونية، فيجي يعني عمر طويل جدا وصاحبة فضل كبير على كل الموسيقيين العراقيين، لا سيما راح أقول معلومة ربما تكون لأول مرة، وبالرغم من أوركسترا القاهرة السيمفونية وأكو أوركسترات، لكن الأوركسترا العراقية هي أقدم أوركسترا بالمنطقة بشهادة كل المعنيين في هذا المجال. والأوركسترا العراقية نفتخر بهذا الجمهور اللي 5 دقائق أو 6 دقائق على التلفزيون تنفذ التذاكر، يعني ما يلحقون حقيقة يشترون التذاكر، ويقولون في بعض الأحيان ليش ما تسوون يومين أو 3، لكن اللوجستيات صعب، حجز المسرح وصعب، تعرفين الأمور هاي. فالموسيقى بالنسبة لي شخصيا أنا صار لي بحدود 53 سنة أكثر أقل في هذا المجال، فهي مو بيت أول وبيت ثاني، هي العمر كله، هي الحياة كلها، هي مجرد تفاصيل يومية أنا أشعر بها، وجودي من وجودها ووجودها من وجودي. فحقيقة حميمية كبيرة جدا تربطنا بين الموسيقى والفرقة السيمفونية اللي احنا خرجنا أجيال وجيل الرعيل الأول وبعدين الرعيل الثاني، دول كلهم ناس كبار هم اللي أسسوا وخلوا البذرة الأساسية والخط الأساسي لعازفين الفرقة السيمفونية العراقيين، واللي عندنا مجموعة كبيرة احنا خارج العراق يعني. فنفتخر جدا بهذه الأوركسترا اللي أنا وزملائي الأساتذة الكوندكتورية والعازفين أيضا الأستاذ محمد أمين الكوندكتور والكوندكتور كريم مصفي، بأنه أنا أسوي تنوع اليوم إذا تسمعون المنهاج عندي عمر خيرت ليلة القبض على فاطمة، عمل هذا من أجمل الأعمال اللي قدمت بالموسيقى العربية وحتى وصل إلى العالمية. حقيقة يعني إحنا العراقيين نحتز ونفتخر كثيرا بأنفسنا أولا يعني، وهذا من حقنا طبعا يعني، لأن الظروف اللي مرت على العراق يعني ما ممكن تجدين أوركسترا بهذا الحجم وجمهور بهذا الوعي العالي جدا والالتزام والحضور والمتابعة الدقيقة لمنهاجنا، وحتى الأعمال ايش راح تقدمون بيتهوفن موزارت تشايكوفسكي، فوصلوا إلى مراحل متقدمة جدا من الوعي الموسيقي. لو تشوفين الظروف اللي في بعض الأحيان نعمل بها تقولين it's impossible يعني نقدم كونسرت أو ما شابه ذلك، لكن العراقيين احنا تعودنا على هذا، حقيقة تعودنا على هذا الضيم الحيف، شو تسمينه سمي انت يعني، حقيقة احنا تجاوزناه بحبنا لبلدنا، بحبنا لفنه، بحبنا التاريخ العراق اللي جنابش تعرفين الحضارة السومرية والكلدانية والآشورية والبابلية، وهذا إرث كبير احنا نعتز به. أنا قبل 3 شهور التقيت بالدكتور عمر خيرت، وهذا فخر إنه مؤلف موسيقي كبير وعازف كبير، وهي النوتات اللي أنا راح أقدمها اللي هو العمل ليلة القبض على فاطمة، واحد الأفلام موسيقى التصويريه الأفلام المصرية الرائعة، هو اللي بعث لي الأوريجينال مال النوتة من دار الأوبرا المصرية يعني، وهذا هو مدير اعمال، هذا انجاز كبير جدا. احنا هذا التلاقح والموسيقى بالذات هو الفن الوحيد اللي تقدرين او تستطيعين ان تذهبين به الى اي مكان في العالم، المحيط الجنوبي الشمالي، أي منطقة بالعالم، هي لغة مشتركة ما تحتاج ترجمة ولا تحتاج مشاعر، وتحتاج ناس يجيبوهم عازفين خارجيين من ألمانيا من إيطاليا. فاليوم احنا اشتركنا بالجزائر مهرجان الموسيقى الثالث، اشتركنا يمكن 120 عازف، بس مجرد أقول له هلا وهو يقول له هلا وخلص وتجمعنا الموسيقى. أما هو منين؟ واحد من فنزويلا، واحد من كاراكاس، واحد من شيلي، واحد جنوب أفريقيا، واحد كوريا الجنوبية، شتوتغارت، واحد ألمانيا، يا متنوع كل العازفين. اللي يجمعنا عصا الكوندكتر، هي اللي تجمعنا وهي اللي توحدنا، والثقافة الموسيقية. فإحنا حقيقة سعيدين جدا أن نتواصل مع الدول العربية، الدول الأوروبية، وهي ثقافة وجسور ممدودة، جسر للمحبة، جسر للخير، جسر للتآلف، لأن السياسة تعرفين ايش سوت بالعالم، سياسة فرقت الدنيا كلها، السياسة كذا كذا، لكن إحنا هو عبارة عن ورد جوري، عبارة عن بلسم يضع لكل القلوب النظيفة والنقية والأرواح اللي تحب الحياة وتعيش بسعادة. فالموسيقى هي جسر تواصل بين الشعوب والأمم. يعني احنا مو فرقة تقليدية، احنا مو فرقة مجرد تقدم حفل، واحنا يعني تابعين لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، تابعين لدولة عراقية مثل العراق يعني. حقيقة اللي دا يقدمون لنا ما اريد اقول قليل ولا اريد اقول يحتاج اكثر، لكن نحتاج دعم كبير. وهاي القشة التي قضمت ظهر البعير اللي هي دار الأوبرا، على اساس دار الأوبرا سنة 2012 13 احنا مستلميها ان شاء الله يعني بهاي الفترة الزمنية، لكن للاسف الشديد ما اقدر اتكلم بهذا الجانب، هذا الجانب انا ما مسؤول عنه بقدر ما
قال لي شنو أمنيتك؟ هي من كل الأمنيات اللي أنا أحلم بها هو أنا أجد لافتة مكتوب عليها الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية وبيت ومقر خاص بها. لأن إحنا الجيل الأول، الرعيل الأول بالأربعينات والرعيل الثاني بالستينات والرعيل بالثمانينات، كل 20 سنة يمكن يظهر لنا جيل. سوينا أجيال بصراحة، وهذه الأجيال مو سهلة، مو سهل إحنا نصنع. يعني صناعتنا كلها محلية. يعني العازفين اللي متخرجين الكوندكترية المؤلفين العراقيين هم كلهم ميد ان إيراك، لا درسوا في ألمانيا ولا راحوا في إيطاليا ولا راحوا في فرنسا ولا راحوا في القاهرة، وإنما كلهم عراقيين. عندنا مؤسسات فنية، إحنا ناس الخيرين اللي مشرفين على هذا الموضوع، بأنه إحنا قاعد نبنيهم موسيقى العسكرية. اللي أنا خريج أحد يعني الأقطاب اللي كلش مهمة في الموسيقى العسكرية، تخرج آلات الهوائية، معهد فنون جميلة، معهد دراسات الموسيقية، مدرسة الموسيقى والباليه، كلها الفنون الجميلة. إحنا صنعنا بنفسنا، إحنا عبارة عن نبات طبيعي ينمو بدون تدخل الطبيعة.